الإنسان السلبي بيشوف الأمور كلها سلبية. ليش؟ لأنه عنده باللا شعور إنه كل شيء عليه اعتراضات وكل شيء عليه ملاحظات، ما له متقبل وضعه، ولا متصالح مع حاله، ولا متصالح مع محيطه، ولا ما عنده أمل يعني، ما له شايف أي يعني مخرج أمامه. لذلك هو حاطط بباله هالنظرة التشاؤمية، وعم يشوف الأمور كلها والمواضيع كلها الحياتية إنه من خلال هذه النظرة التشاؤمية، إنه كل شيء نيجاتيف وكل شيء سلبي. كل شيء بتفكر فيه باللا شعور ببلش الدماغ إنه يحاول يجد طريق أو حل لهذه الكلمات اللي نحن حكينا فيها، أو القرارات اللي نحن فكرنا فيها أو اقترحناها. أو فبقدر ما بتكون نظرتك سلبية وسوداوية، بقدر ما بتكون الأمور سيئة. عندك أمل ولا عندك ثقة إنه هيتغير هذا الشيء، لابد من تغيير، النفسية هي والنظرة. نظرتك لازم تكون إيجابية. لازم يكون عندك تفاعل، عندك تصالح أول شي مع نفسك، تفاعل مع بيتك الصغيرة، إذتك الصغيرة، بعدين منطقتك، بعدين بيتك بشكل عام، لحتى تقدر تعكس هالصورة الإيجابية الجديدة على نفسيتك. فالتفاؤل يعني سر من أسرار النجاح هو التفاؤل. لنبدأ بتغيير هذه النظرة بشكل فوري. يعني وضع للأمل مكان. كل يوم له ترتيب، كل يوم له وضع. لا تقاس الأمور هكذا، تقاس بمدى تصالحك مع نفسك، وبمدى تفاعلك بمحيطك، وإنتاجيتك، ومثابرتك على تبديل هذه النظرة إلى نظرة مشرقة تحمل الكثير من الأمل والتفاؤل. ودمتم بخير.